سلام عليكم، تفضلوا. نعم، معك محمد من مصر. يا محمد من مصر، كيف أحوالكم؟ نحمد الله على كل حال. ممكن المشاركة؟ نعم تفضل يا أخي. الموضوع في خلافة أبو بكر الصديق. نعم. طبعا نعم، نتكلم عن ذلك إذا أردت، طيب. تفضل. طيب، سؤال بسيط لو سمحت. نعم. هو عندنا في الإسلام الذي يصلي بالناس أليس معنى أنه شخص تقي؟ لا لا. كيف لا؟ كيف لا؟ يعني أنت، يعني إذا عندكم معمم يصلي بالناس أليس معنى ذلك أنه هناك تقي في لا. الحسينيات إذا هناك أنا شخص يصلي بالناس؟ أريكم من كتبكم. أي. من كتبنا الإمام هو تقي يصلي بالناس، ما فيش مشكلة. احنا عندنا أنا في أريك كتبنا ذلك، إمام الله الجنة. يحفظك. بل أنا يعني الذي أريك يصلي ذلك. بالناس منافق؟ معلش، أنا يعني أريك الذي يصلي ذلك من بالناس منافق؟ كتبكم. هذا كتاب البخاري. انظر كتاب البخاري، طبعه دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب صفحة 139، باب إمامة المفتون س- والمبتدع. باب إمامة مش إمام. المفتون والمبتدع. جيد. المفتون إزاي؟ طب المفتون المفتون يعني بقى يعني صاحب إزاي؟ المفتون، يعني مفتون شخص يكون مفتون، صاحب الفتنة. صاحب الفتنة، صاحب البدعة، يقتل الناس الأبرياء، هذا مفتون. طب وإذا مفتون. كانت الصلاة بأمر من الرسول، هل الرسول يأمر مفتوني أن يؤم الناس؟ يا أخي العزيز، انظر انظر انظر. لا بل معلش، لا، ما أنا أنظر في البخاري. هل الرسول لماذا قال الرسول دقيقة، هذا أمور لا. أبو بكر أخي فليصلي العزيز، بالناس؟ هل الرسول يأمر مفتوني أن يصلي بالناس؟ لماذا لم يأمر علي بن أبي طالب أن أن يصلي الرسول بالناس صلى رضي الله الله، عنه؟ أي فهمت كلامك، فهمت كلامك. الآن استمع جواب ولا تقاطعني. أنا قال لا أقاطع، أنا هذا في أسأل بهدوء. البخاري. لو يا أخي سمحت العزيز الإجابة دعني، بهدوء. أنا سمعت كلامك والآن أجيب لكي أجيبك، لو استمع لي. سمحت إجابة علمية منطقية. لو سمحت إجابة إجابة علمية علمية منطقية. منطقية، وأنا أقرأ عليكم من كتبكم البخاري، أصح الكتب عندكم بعد كتاب الله. منطقية هو، ليس كيف ليس منطقي. أصل البخاري مروا لا أبا بكر نرى. فليصلي بالناس، يا مروا أبا رجل بكر استمع، فليصلي بالناس. فهمت كلامك. كم مرة تعيد سؤالك؟ كم مرة أنت تريد تعيد سؤالك؟ أقول لك للمرة الثالثة، فهمت سؤالك. لا تقاطعني، دعني أجيبك، بارك الله بك. هو يريد أن يعيد علي سؤاله 20 مرة لكي لا أجيب. تخاف عن الجواب. لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. اليوم في العالم يجي سؤال ترانس جندر، هنالك عندنا رجل وهنالك مرأة وهنالك قسم ما بينهما، وأنتم تعلمون في هذا العصر، في سنوات الأخيرة منذ جاء جو بايدن أصبح الرئيس الأمريكي، هو رفع هذا العلم، حقوق الترانسجندر. هو يقول لا نرى، حتى لو كان ضرورة، حتى صلاة خلف المخنث إنه يجوز. هذا كتاب سنن أبي داود لأبي أشعث السجستاني. في هذا الكتاب سادني الأفاضل انظروا الجزء الأول، باب إمامة البر والفاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. يعني الكبائر ما هي؟ اللواط، الذي يلوط بالأطفال يجوز الصلاة خلفه، الذي يزني، يشرب الخمر، يقتل الناس الأبرياء، أفسق الفساق تأتي به ويجوز الصلاة خلفه. بلي أريكم بعد ذلك. هذا كتابه الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحراني، طبع دار الكتب العلمية، المجلد الثاني، صفحة 311. بلي مسألة في خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟ قال: ليس لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقا، وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام، بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. فهذا أمر إجماعي بينكم، يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، حتى خلف الكافر يجوز، حتى خلف الكافر يجوز. هذا كتاب الفصل في الملل والأحواء والنحل، تأليف ابن حزم الظاهري، الجزء الخامس، طبع دار الجيل. كان هذا. وذهبت الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم، دون خلاف، وجميع الفقهاء التابعين كلهم دون خلاف واحد من أحدهم، وأكثر من بعدهم،
وجمهور أصحاب الحديث وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها. وبهذا نقول بل إن الصحابة الذين أدركوا المختار ابن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش وابن دلجة وغيرهم بل صلوا الصلاة خلفهم، وهؤلاء أفسقوا الفساق. وأما المختار فكان متهما في دينه مظنونا به الكفر. إن الصحابة من دون خلاف صلوا حتى من كان متهما في الدين، يعني حتى ليس فاسق فقط كافر، صلوا حتى خلف من ادعى النبوة كالمختار. فهمت؟ نعم تفضل. طب ممكن ارد. اي نعم ممكن. اي سامعني؟ انت كنت غالق الصوت اكثر من دقيقتين. اسمعك لاجل انك تقاطعني لكي لا تقاطعني يا اخي. هذا ليس اسلوب جيد ان تغلق الصوت على الذي هذا ليس اسلوبك. انت تقاطعني 20 مرة تعيد علي طيب. سؤالك، وانا قلت لك طيب. كم مرة قلت لك فهمت سؤالك؟ انا اعرف في ان حديث البخاري واعرف كل ما قلت، لكن هل الرسول اخطأ عندما امر رجل تقول بانه فجر ان يصلي بالناس؟ هل هذا خطأ من الرسول؟ اي الان اقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابا بكر. لا تغلق الصوت واجب باجابه منطقيه. الرسول خاتم الانبياء والمرسلين، هل هذا خطأ من الرسول؟ أقول لك أولا كل إنسان يريد أن يحتج بشيء فعليه أن يثبت ذلك أولا. أنت تحتج علينا. هذا في صحيح البخاري: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا رجل دعني أتكلم. أكرم الأنبياء والمرسلين دعني أتكلم بالناس، لماذا ما يأمر علي بن أبي طالب؟ دعني أتكلم. بخاري عندنا من أكذب الكتب. أمر الرسول. يا أخي المحترم، إن البخاري عند الشيعة من أكذب الكتب. البخاري لا يكون عندنا حجة أولا. ثانيا في البخاري موجود في البخاري موجود أن أكذب الكتب. الآن البخاري من أكذب الكتب، لماذا تستدل بها على أهل السنة؟ لأنه عندكم صحيح. الآن هو عندنا صحيح. يبقى إذن كل الشيعة أن عندنا في البخاري أن أبو بكر أما الناس، كل الشيعة ذلك. وأنا أثبت لك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بذلك. من البخاري أثبت لك. دعني أتكلم. حديث البخاري: مر أبو بكر فليصلي بالناس، أين موجود؟ دعني أتكلم. يا فهمت سؤالك الآن. دعني أليس في كتاب البخاري؟ هذا الحديث. فهمت سؤالك. الآن أسكت ولا تكرهني لكي أغلق الصوت عليك. إذا أنت تقاطعني فأنا مكره أن أغلق الصوت عليك. فهل تحبني أن أجيبك أم لا أجيبك؟ جبني من غير أن تغلق الخط، لأني أستمع. فلا تتحدث. والآن أنا أحذرك، إذا أنت حين جوابي إذا أنت تحدثت فأنا أغلق الصوت عليك. فهذا من شرطي، لأنني أريد أن أتكلم من دون المقاطعة. بارك الله بك. إخوتنا المشاهدين الكرام، الذي يريد أن يحتج على خصم فيأتي بدليل هو مقبول عند الخصم. فإذا أنا أحتج على العمرية فآتي بهم دليل هو مقبول عندهم وحجة عليهم. فإذا أقول بمسألة مثلا ما، فالآن مثلا قلت الصلاة يجوز خلف كل بر وفاسق، حتى من هو متهم في، حتى المخنث تراس جندر، أتيت من كتبهم ولم آتي من كتبنا. فحينئذ إذا هم رووا في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بر كل خلف بر وفاجر، فحينئذ إذا أمر بالصلاة خلف أبي بكر فهذا لا يثبت لأبي بكر أي عدالة، لا يثبت لأبي بكر أي إيمان، لا يثبت لأبي بكر أي صلاح في الدين، لأن هم رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة حتى خلف المخنث، حتى خلف ممكن أتكلم؟ البر والفاجر. لا تقاطعني. لا، هذا إن الصلاة صلاة أبي بكر هذا لا يثبت له لا علم ولا فقه ولا إيمان ولا شيء، لا يثبت أي عدالة لا تقوى لا شيء من ذلك. هذا أولا. ثانيا ممكن أتكلم؟ لا تتكلم. ثم أصل الكلام أولا عليك أن تثبت ذلك على الشيعة من كتب الشيعة، أن الشيعة لا يقبلون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأبو بكر بأن يصلي بالناس. إن الشيعة يقولون إن عائشة إنها توطئة وتهية لغصب الخلافة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مريض وهو سوف يموت صلى الله عليه وآله وسلم، أمر والده بأن يصلي بالناس. هي أمرت والده وليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا دليل على ذلك.
الدليل على صحيح ذلك من البخاري. من الرسول وليس من السيدة عائشة. اسكت يا رجل، لا. اسكت بارك الله بك. أنا أعطيك الدليل، هذا كتاب البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي، انظروا. بل هذا صفحة حديث رقم 664. حضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد قال مروا أبا بكر بأن يصلي بالناس، فأعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والرابية هي عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة إنك صاحبة يوسف. صاحب يوسف من هو يا رجل؟ من هي صاحبة يوسف؟ من هي؟ لو سمحت من هن صواحب يوسف؟ من هن صواحب يوسف؟ أنت لا تترك مجال للكلام، ممكن أتكلم؟ تفضل. طب تفضل. شكرا. ماشي. أولا إحنا موضوعنا في خلافة سيدنا أبو بكر. أنت قلت أن الصلاة خلف هذا الرجل لا تعني الفقه ولا شيء. طيب سؤال بسيط، لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا عليا بن أبي طالب أو مروا عمار بن ياسر فليصلي بالناس؟ لماذا اختار أبو بكر الصديق؟ أجيب عن ذلك. أنت قل لي من هي صواحب يوسف؟ أنا مش بتكلم دلوقتي على صواحب يوسف. إحنا أنت لا ليه انتقلت إلى سيدة عائشة؟ صواحب يوسف يا أخي المحترم، صواحب يوسف لو سمحت هي النسوة. ممكن ده وقتي في الكلام، لو سمحت ده وقتي في الكلام، أنا ما قاطعتك، حقي أتكلم. أشكرك أستمع علي. أنت الآن أنا لو سمحت، لا أنا ما سألتك سؤالا أنت لا تجيب عنه. 10 ثواني لو سمحت. أنا ما قطعت. لو سمحت، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا في القرآن. لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مروا عمار بن ياسر فليصلي بالناس أو مروا علي بن أبي طالب؟ بخاري ليس من كتبنا، بخاري ليس حجة علينا يا رجل. أنت لا تفهم هذا. قل أمام الشيعة أن في البخاري خلافة أبو بكر الصديق، لأنك تكذب على الشيعة. لا أقول ذلك. الآن لا يجب عليك أن تقول ذلك، لأن في البخاري هذا. أشكرك. الآن صواحب يوسف من هن؟ صواحب يوسف هن النسوة الكفرة الفجرة التي أردنا أن يفجرن بيوسف عليه السلام، هي صواحب يوسف. صواحب يوسف هي النسوة في مصر الذين اللائي أردنا الزنا والفجور مع يوسف عليه السلام. عائشة تقول حضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وعاد فعادوا له، فعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أنتن صواحب يوسف. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أنتن صواحب يوسف إذا هو القائل هو يريد أبو بكر يصلي بالناس؟ صحيح؟ إذا هو يقول ذلك، هذا خير الدليل إن هذا الخبر شاع بين الناس بأن في مرض موته الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عائشة وحفصة بأنهن صواحب يوسف. وهذا الشتم عظيم، هذا الشتم كبير، شتم جدا فجيع. صواحب يوسف تكفير، ثوابه صواحب إن الكلام في أن فلانية صاحبة يوسف، هذا تفسيق. وهن أردنا ما صح صواحب يوسف. ماذا أردنا؟ هن أردنا أن يفعلوا شيئا على يوسف عليه الصلاة والسلام بالمكر والخدع، فهمتم؟ وهذا إلى هذا يشير هذا الأمر، بأن هذا الأمر اشتهر بين الناس. ثم بعد ذلك عائشة، إن عائشة قال إن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن عائشة هي من نفسها كما رواها الشيعة، عائشة من نفسها كذبا افترت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أباها بأن يصلي بالناس، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب على ذلك، فقال إن كنا صواحب يوسف، وإلا لا يوجد هنالك مناسبة في هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين السؤال والرد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهي تقول هو رجل يبكي في الصلاة لا يقدر أن يقوم في مقامك، أنتن صواحب يوسف. يعني الشتم جدا شتم عظيم، شتم جدا فجيع، لا يوجد مناسبة بين هذين الكلامين.
والدليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أبا بكر بالصلاة، هو في نفس الرواية. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكانك، أبو بكر مكانك، اذهب اترك. فهذا عزل، إن النبي صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر عن الصلاة. لو هو الذي أمره بالصلاة لما عزله عن الصلاة، مكانك اذهب. ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، أبو بكر يصلي بصلاته. ما معنى هذا الكلام؟ والناس يصلون بصلاة أبي بكر. أبو بكر فقد يسمع الناس التكبير. الناس لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أبا بكر بل يسمع الناس التكبير، كما جاء في البخاري في الحديث 712: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. بل فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. أبو بكر فقد كان يسمع الناس التكبير. جيد، وهذا صريح البخاري. بل هذا كتاب تنوير الحوالك، شرح موطأ مالك، تأليف السيوطي، الجزء الأول. في شرح هذا الحديث: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. ما معنى هذا الكلام؟ بل وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، أي يتعرفون به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون لرفع صوته، أن يسمع الناس تكبير الانتقال، فكان أبو بكر يسمعهم ذلك. اليوم أنتم في كثير من بلدان الإسلامية إن الإمام يصلي وهنالك طفل يسمع الناس التكبير، يرفع صوته بالتكبير لكي لا الناس يعلموا الركوع والسجود وغير ذلك. بل فحينئذ ما موجود هو في البخاري إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه صلاة أبي بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن لو كان هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فلماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزل أبا بكر عن الصلاة؟ لماذا عزله عن الصلاة؟ عزله لو هو أمره. ولماذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: أنتن صواحب يوسف، وهذا تكفير وتفسيق. فحينئذ ثبت لنا عندكم أيها الفرقة العمرية الصلاة يجوز خلف حتى الكافر، يجوز حتى المختار الثقفي الذي ادعى النبوة عندكم، الصحابة صلوا خلفه، فيجوز عندكم صلاة حتى خلف الكافر. فصلاة أبي بكر حتى لا يثبت إسلامه، هذا أولا. يجوز الصلاة خلف كل فاجر، فلا يثبت لأبي بكر حتى العدالة في الدين. ثم إنه معزول حتى يجوز عندكم الصلاة خلف المخنث، ولكن أبو بكر حتى عزل عن ذلك. ما يفعله المخنث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى أبو بكر أهلا بل حتى لذلك. وثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب عائشة: صواحب يوسف هي نسبة كاذبات في الدين، فكيف يصدقنا؟ صحيح؟ عندك شيء آخر رد علينا يا مصري؟ أنت مغلق الصوت أصلا 4 دقائق علي، لأنك تقاطعني. لا، هذا ليس أسلوبك أن تغلق الصوت أكثر من 4 دقائق، لأنك تقاطعني. طيب ليس عندك أدب، وليس عندك علم، وليس عندك حجة على الشيعة، فقد تقاطعني وتعيد علي سؤالك. أنت تقفل علي الصوت أنا أقول لك 10 مرات: فهمت سؤالك، دعني أجيبك ولا تسمع إلي، ثم تشكو لماذا طب الآن أريد التعليق، سأعلق على ما قلت. أجيب على سؤالي: لماذا قال لعائشة: أنتن صواحب يوسف؟ صواحب يوسف كافرات فاسقات كاذبات. صواحب يوسف كاذبات فاسقات فاجرات. هل أنت تصدق قول النبي صلى الله عليه وآله أم لا تصدق؟ هذا ليس تفسيري. ولو أن زوجات ما هو تفسيرك؟ أنتن صواحب يوسف، ما هو تفسيرك؟ طب اسمع. ليس عندك ولا عند أحد من علماء مصر اسمع جواب لهذا السؤال. اعطيني فرصة أتكلم. الآن أتكلم.
تفضل أجيب على سؤالي. طيب، ما انا سأجيب. انا اقول لك أنا الان الموضوع في خلافه ابو بكر الصديق، انا سأعلق على ما قلت، لكن لا تقطع علي الخط. انا استمع اليك ولم اقطع، وانا استمع اليك، فلا يجب ان تستمع الي ايضا لاني استمع اليك. تسمعني؟ أسمعك، يلا تفضل. طيب، لماذا سمى عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سمى عائشة لماذا صاحبة تتكلم؟ يوسف؟ دعني أتكلم. تفضل. هذا ليس أسلوب لائق. يجب أن تحترم من يتكلم معك. أنا أنتظرك وأنت ساكت. كن محترما. كن محترما، ليس محترمون. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. من الراوي لهذا الحديث؟ من هي الراوية لهذا الحديث؟ هذا الحديث ثابت عندنا. أنا أريد من هي الراوية لهذا الحديث؟ رواها عائشة صاحبة يوسف. صواحب يوسف يصدقنا؟ صواحب يوسف صادقات أم كاذبات؟ هذا عندنا في كتاب السنة عندنا صادق. يا أخي العزيز، سؤالي عندك: هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق أم كاذب؟ لو أن السيدة عائشة كافرة لطلقها الرسول في حياته. يا رجل أنت أجبني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق أم كاذب؟ سؤالي هذا. صادق. طب الرسول هل القرآن صادق أم كاذب؟ طيب، القرآن صادق أم كاذب؟ عندكم. هل القرآن صادق أم كاذب؟ الرسول والقرآن، الرسول أصدق خلق الله. اسمعني. والقرآن أيضا صادق. القرآن صادق. اسمعني أنا أتكلم. فلماذا فما تفسيرك عائشة هي صاحبة يوسف؟ عائشة وحفصة صواحب يوسف. تفضل. تفضل. أنت عندك أن زوجات الرسول منافقات أو كافرات. وقول الرسول، أنا تصديقا للقرآن وتصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أنتن صواحب يوسف، ليس له معنى آخر، ليس لها معنى آخر. صواحب يوسف كاذبات، فاسقات، بل وغير مؤمنات ومنافقات. صواحب يوسف هذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتبكم. هذه ثالث مرة تقاطعني فيها. طب أنت عندك القرآن صادق أيضا. القرآن كلام الله، تؤمن بذلك؟ نعم. طيب، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لماذا لم يجاهد الرسول مع أزواجه يطلقون وبقية؟ متى هو جاهد المنافقين؟ أي منافق هو جاهده؟ أي منافق أرني هو جاهده بصفة عامة، سواء رجل أو أي منافق هو جاهده؟ جهاد المنافقين، هذا أمر جهاد من المنافقين. لماذا لم يطلقها إذا كانت منافقة؟ هذا أمر من الله للرسول أن يجاهد المنافقين. الجواب: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نوح عليه السلام يعلم أن زوجته منافقة، لوط عليه السلام يعلم أن زوجته منافقة، لم يطلقها. جوابي قبل أن يموت كان يعلم أن امرأته كافرة أو لا؟ كان يعلم. نوح عليه السلام كان يعلم، لوط كان يعلم إنها منافقة ولم يطلقها. ليس بواجب. إن النكاح بمن يظاهر بالإسلام جائز. أنا لم أقول النجاح ظاهر بالإسلام. سيدنا لوط قبل أن يذهب من هذه القرية لم يأمره الله فاذهب أخرج. أجبني هل نوح أو اللوط عليهما السلام طلق زوجتيهما؟ لم يطلق زوجتهما، ولكن خلاص انتهى الكلام. لا فأجبني، ما معنى إن كنا صواحب يوسف؟ يعني صاحبة يوسف يصدق؟ صواحب يوسف صادقات أم كاذبات؟ تسمعني. صواحب يوسف صادقات أم كاذبات؟ لا، اسمعني. عندما قلت لك يقول الله للرسول جاهد الكفار والمنافقين، ألم يكن على الرسول أن يبين للصحابة أن هؤلاء منافقات؟ بين حينما قال إن كنا صواحب يوسف قبل أن يموت. إن كنا صواحب يوسف، هذا بينا. ماذا تريد؟ أي تبيين تريد أنت؟ إذا قال إن كنا صواحب يوسف، قال لعائشة وحفصة أنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف من هن؟ النسوة، الكفرة، الفجرة، الفسقة، الكذبة الذين عادوا نبي الله يوسف عليه السلام. لماذا لم يبين؟ بينا.
أقول لك ما معنى صواحب يوسف؟ لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين. تفضل. أتفضل. أنا أريد أن أقول لك الرسول لوط والرسول نوح قبل أن يموتوا بينوا لقومهم أن زوجاتهم كافرين. أنت تقول أن صواحب يوسف معناها أن زوجات الرسول كافرات، منافقات. أعطني إمام أهل السنة موثوق فيه يقول هذا الكلام وأنا أبحث معك الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إمامكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول أنتن صواحب يوسف يقول إمام من أهل السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إمامكم. لو سمحت أنا أتكلم. لو سمحت أعطني الرسول ليس إمام علماء الحمد لله. أن معنى هذا التفسير هكذا. قل لي إن كنا صواحب أنت يوسف. تفسر صواحب يوسف على هواك. أنت تفسر صواحب يوسف أنت على هواك. فسر. أنا أسألك أن تفسره. أنا أترك تفسيري. أنت قل لي ما هو تفسير صواحب يوسف. صواحب يوسف من هن في القرآن وفي السنة؟ أنت بين لي. يلا تفضل. إذا ليس الآن لا تعرف حقق ثم ارجع. الأسبوع القادم ارجع. قل لا أعلم. أرجو الأسبوع القادم. لا ما في الأسبوع القادم. ما في. أنا الآن فتفضل الآن. أنا ما أغلقت. تفضل الآن. أنا ما أغلقت الاتصال. شوف، نحن في كلامنا نعتمد على العلماء. أعطني عالم من علماء أهل السنة أعطى هذا التفسير. أنا لا أريد تفسير هواك. أسألك يا أخي. لا يلزمني التفسير من هواك أنت. أمام مشاهديك المحترم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قلت. جيد. أنا أعطيك التفسير. تفسير من علمائكم. أعطيني عالم موثوق وأعطيني رواية صادقة. أعطيني عالم. تفضل. أنا أعطيكم من تفاسيركم. لا بأس. أعطيني دقيقة. أنا أفتح السند الذي ستقوله سند صحيح. سند صحيح. أنا أوريك كتبهم على الشاشة يا أخي. أنت تريد قول العلماء. لا يكفيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتريد قول العلماء. يكفيني قول الرسول ولكن أريد شرح ما قلت بعلماء موثوق فيه من أهل السنة والجماعة. ليس أنا أريك قول علمائكم. أو أتحداك. أرني. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكفي ولكن يريد قول العلماء. لا بس. قول الرسول يكفي ولكنك في وضوح. ماذا؟ أنت قل لي. أنا سألتك 20 مرة ماذا تقصد أنت شوف الدين هو تفسير العلماء وليس تفسير الهوى. الدين تفسير العلماء. أعطني من تفسير العلماء فأنت أعطني ما هي. أنت من قلت هذه الشبهة. أن صواحب يوسف معناها كافرات. صواحب يوسف أنت قل لي. صواحب يوسف ليس لهن شأن إلا هذا. فاسقات فاجرات كاذبات منافقات. على كل حال أنا أريك. تفضل. أعطني عالم معناه أن صواحب يوسف أنهن كافرات. تفضل. الآن علماء أهل السنة والجماعة. عالم أهل السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن المجيد والفرقان الحميد. القرآن المجيد سادة المشاهدين سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. من هن المقصود بهذه الآية الشريفة؟ بلى هذا كتاب التفسير والمفسرون للذهبي الجزء الأول. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان يلقب بحبر الأمة، بحبر الأمة لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله، ولهذا انتهت إليه الرئاسة في الفتوى والتفسير. وكان عمر يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه، وكان يقول إنك لأصبح فتيان وجها وأحسنهم خلقا وأفقههم في كتاب الله. هذا هو عبد الله بن عباس. وادعى النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم علمه الكتاب والحكمة، وهذا في البخاري موجود. اللهم علمه الكتاب. وإنكم قد رويتم إن جبرائيل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عباس هو ماذا؟ هو حبر هذا الأمة. هذا كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، طبع دار الكتب العلمية، طبع سنة 1412. بلي هذا الآية الشريفة، بلي سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ثم خف وخوف عائشة وحفصة لإيذائهما النبي صلى الله عليه وسلم بأمرأة نوح وامرأة لوط، فقال ضرب الله مثلا، بين الله مثلا صفة
للذين كفروا بالمرأتين الكافرتين، امرأة نوح وامرأة لوط. أنا أريك هذا كتاب تفسير الكشاف للمحمود بن عمر الزمخشري، الجزء الرابع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وفي طي هذين التمثيلين تعريض يعني كناية بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة، وما فرط منهما من التظاهر على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا كتاب تفسير فخر الرازي، تفسير فخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير مفاتيح الغيب، المجلد 21. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر. تعريض، وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض يعني كناية عائشة وحفصة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذا تعريض يعني مقصود منه عائشة وحفصة. هذا كلام علمائكم، تفضل. صحيح. أين رحت يا رجل؟ ولا يتكلم صاحبنا مصري لا يتكلم. سلام عليكم، تفضل. حجي يا مصري، رجعت؟ نعم، هل ممكن أن أشارك؟ أنت أغلقت الخط وأنا لم أنتهي. أنت ذهبت وتركت وما كنت تجيبني. لم أنا أذهب قلت لم تفضل أذهب تفضل، أنت أنت لا مغلق الخط. تتكلم. لا لو سمحت تتكلم، ممكن فأنا قطعتها وأخذت الخط الآخر. أريد أن أشارك الآن، هذا من حقي في القناة أن أشارك، من حقي في القناة أن أشارك. تفضل على عيوننا. نعم في القرآن الكريم والذي هو كلام الله، امرأة سيدنا لوط وامرأة سيدنا نوح كانتا كافرتين، وهذا كلام صحيح. الآن إذا كان أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كافرات، لماذا قال الله عنهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن وأطعنا الله ورسوله؟ هل يأمر الله الكافرات بإطاعة الله ورسوله؟ في القرآن الكريم كانت لو سمحت لا تقاطعني. إذا كانت أزواج الرسول كافرات ويعلم الله أنهن منافقات ظاهرات الإيمان لم يأمرهن بطاعة، فإن الله لم يأمر امرأة سيدنا نوح بالطاعة في القرآن الكريم، وإن الله لم يأمر امرأة سيدنا لوط بالطاعة في القرآن الكريم. أما أمر الله لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، لا تضحك أمرهن بالطاعة. يا أيها الذين لماذا أمرهن بالطاعة؟ أدخلوا في السلم كافة. لماذا أمرهن بالطاعة وأقرن في بيوتكن؟ لماذا أمرهن بالطاعة؟ ما معنى هذه الآية الكريمة؟ منافقات. وقرن في بيوتكن وأطعنا الله ورسوله. بلى. الآن رد علي إذا استطعت. الآن أجيبك. هذا الأخ المحترم المصري يقول إذا كان عائشة غير مؤمنة فلماذا وبقية النساء؟ أولا نحن لا نقول هذا الكلام في كل النساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلهن ولكن الآية في كل نساء النبي. يا رجل استمع أنا فهمت الآية في كل نساء النبي. ولكن نحن الشيعة لا نقول إن جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن منافقات. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذا فقط في عائشة وحفصة، وأنا أريتكم كتبكم. لماذا لم يذكر الله سيدة عائشة بالاسم في القرآن أو سيدة حفصة؟ لم يستثني الله أحد من الأزواج، فقد قال الله يا رجل إن سورة التحريم له شأن، سورة الأحزاب له شأن، اتركنا. أنا لا أتكلم أنا أتكلم في الآية. لو سمحت ممكن لو سمحت بعد لا نريد الآن لا تقاطعني، الآن تكلم، ولكن حينما أنا بدأت فلا تقاطعني. ممكن 10 ثواني أتكلم زيادة، 10 ثواني ثم اسكت. 10 ثواني أريد أن أتكلم 10 ثواني لو سمحت. تفضل. نعم، عندما يقول الله وقرن في بيوتكن، أنا أتكلم في هذه الآية لم يستثني الله أي زوجة من زوجات الرسول، كانت آية عامة لكل زوجات الرسول، لم يقل الله إلا عائشة وحفصة، كانت الآية عامة.
تفضل اشرح لي هذه الآية، أنا لا أتكلم في صور أخرى، القرآن كلام الله، تفضل وقرنا في جيد بيوتكن جيد. واذكرن ما الآن يتلى لا في بيوتكن. تقاطعني، الآن لا تقاطعني، إذا قاطعتني فأنا أغلق عليك الصوت، فافهم هذا لو جيدا. سمحت ولا تتشتت في المواضيع، لا تتشتت، لا نريد لا تشتت في تشتت، المواضيع. لا تشتت، فقد أجيب عن سؤالك. بل بسم الله الرحمن الرحيم. فأولا نحن لا نقول أن جميع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن منافقات، نقول ذلك في حق عائشة وحفصة، ونزلت في حقهما سورة التحريم. بل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذه الآية صريحة، وإن في البخاري موجود إن هذه الآية نزلت فقط في حق عائشة وحفصة، فلا دخل لها في بقية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما نزلت من التكفير والتفسيق هذا في حق عائشة وحفصة. وما رواه هي في كتاب البخاري إن كنا صواحب يوسف، هذا خطاب لعائشة وحفصة وليس لبقية نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا توسع دائرة الكلام في بقية النساء صلى الله عليه صلوات الله عليهن سوى عائشة وحفصة. اسكت أتكلم اسكت، لا تكلم. بعد ما انتهيت أنت تتكلم. أما كلامك فلماذا الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأنت أولا اقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أريكم الآية في سورة الأحزاب، وإن آية الأحزاب إن هذا حجة عليكم وهذا لا يبقي لكم أي عذر. ثم أجيب على سؤالك. ليس علينا. اسكت يا أخي، اسكت. دعني تكلم باحترام، لا تقل اسكت، تكلم باحترام. أنا أتكلم معك اسكت يعني فاسكت، فلا تكلم. هذا ليس خلاف الأدب. أنا أقول لك اسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري موجود، قال لأبي بكر اسكت. اسكت في الغار، وذلك قاله في الغار. الغار ثانية فين في الغار؟ نعم الآية اسكت. نعم. أنا أغلق عليك الصوت. في الغار. نعم. أغلق عليك الصوت لأنك أقول لك اسكت بعد ذلك. بل هذه الآية الكريمة في الآيات في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن، ليس جميعهن، للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي صلى الله عليه وآله من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله. فهنالك قسمان، طائفتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قسم يأتين بفاحشة مبينة وقسم آخر ومن يقنط يعني من يطعن، من يقنط منكن لله ورسوله صلى الله عليه وآله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي صلى الله عليه وآله لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا كلها بشرط التقوى، بشرط التقوى وبشرط الطاعة وبشرط القنوت، قنوت طاعة لله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب لآل محمد عليه السلام. ثم يرجع الخطاب للأزواج. واذكرن ما يطلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فيقول لماذا الله قال إن هي منافقات؟ لماذا أمرهن؟ إن الله تبارك وتعالى أمرهن بأن يتلو القرآن المجيد وأن يطعن الله تبارك وتعالى، إنه من الحرام أن يأمر الله تبارك وتعالى المنافق بأن يؤمن والمنافق بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الإيمان لشيخكم ابن تيمية، طبع المكتب الإسلامي. بل في هذا الكتاب في صفحة 189 في الخطابات القرآنية، فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا، يقول ابن تيمية خطاب بيا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونظائره، فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن يدخل في الظاهر.
يدخل في الإسلام في الظاهر، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. فالقرآن المجيد كثير من الخطاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا فلان صلوا وصوموا و أقيموا بالصلاة وتوبوا إلى الله وغير ذلك. هذا الخطاب يدخل فيه المنافقين، يدخل فيه المنافقين. هذا اتفاق من أهل السنة، هذا بإجماعكم. هذا في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى هذا الكلام؟ آمنا بعد الإيمان، كيف ندخل في الإسلام؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال في كتاب تفسير فخر الرازي الجزء الخامس طابع دار الفكر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال المراد بالآية المنافقون، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم في الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فحينئذ يجوز الخطاب للمنافق بأن يتوب إلى الله، بأن يقرأ القرآن، بأن يدخل في الدين. هذا يجوز، هذا ليس فيه أي استغراب. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. هذا خطاب لجميع الأزواج، وفي جملتهن عائشة وحفصة، وعائشة وحفصة منافقات. وأمر المنافق بأن يتوب إلى الله، وأمر المنافق بأن يقرأ القرآن ويخاف الله تبارك وتعالى، ليس هذا فيه تصديق لإيمان المنافق، لا، ليس فيه ذلك أبدا أي شيء. تفضل، افتهمت جوابي؟ أنت تكلمت 5 دقائق وأنا أتكلم دقيقة واحدة، هذا ليس عدلا في الكلام. وأنت كم مرة قاطعتني؟ كم مرة قلت لك أسكت وأنت لا تسكت؟ وأنت كم مرة تغلق علي ستوب؟ طيب نتكلم الآن. وأنت لا تسكت يا أخي. أنت إذا سكت وأعطيتني مجال لكي أجيبك فما أغلقت عليك الصوت. طيب أنت تقول بس كنا، وأنت تقول أن أمر الله بالعبادة يخص المسلم والمنافق. نعم، لم أقل ذلك. أنت قل إذا لم تفهم هذا وقل ما شئت. هذا ليس في كل مكان، هذا ليس في كل مكان. هنالك من الخطابات في القرآن الكريم هذا يعلم بالقرائن ويعلم بالأحاديث. هذا الخطاب مخصوص لطائفة من المخلصين من المسلمين. هم هو يشمل المنافق أم الكافر؟ هذا ليس له قاعدة واحدة، هذا يختلف حسب كل مكان. الآن نتكلم الآن نعم الآن نتكلم. أنت سألتني سؤالا فأجبته وأنا لم أقطع عليك. شوف أنا كلامي بكل بسيط. أنا أقول لك أن إذا كانهن كافرات كان ذكرهن الله بالاسم في القرآن، لأن هناك أكثر من آية في القرآن على أزواج الرسول. لا تضحك. أي منافق آخر ذكره بالاسم؟ أي منافق آخر ذكره بالاسم في القرآن؟ أنا أتكلم عن زوجات الرسول. اسمع يلا اسمعني أتكلم. القرآن كلام الله صادق. نعم. سيدنا إبراهيم نعم. وعندنا أيضا نعم. سيدنا إبراهيم ذكر الله أن أبوه كان كافرا. سيدنا نوح ذكر الله أن ابنه كان كافرا. وسيدنا لوط ذكر الله أن سيدنا لوط أن امرأته كانت كافرة. فلماذا لم يذكر الله أن عائشة وحفصة كما ذكر هؤلاء أنهم كافرات؟ لأن الله يجب أن يبين لنا الإسلام، يجب أن يبين لنا الإسلام كما ذكر الله كفر ابن سيدنا نوح، يجب أن يبين كفر السيدة عائشة والسيدة حفصة. إلا ومعنى غير ذلك أنك تكذب، لأن ليس هناك آية في القرآن بكفر صريح للسيدة عائشة والسيدة حفصة، لأن الله ذكر كفر ناس أخر. فلماذا لم يذكر كفر السيدة عائشة والسيدة حفصة؟ ليس معنى ذلك إلا أنك تكذب على المشاهدين. وأخي العزيز، الآن استمع لي جيدا، أنا فهمت سؤالك. ولماذا الله تبارك وتعالى لم يبين لنا كفر عائشة وحفصة في القرآن المجيد؟ لا يوجد أخي المحترم، كما قلت لك، اختلاف بين سورة التحريم. لا يوجد. سؤال لو دعني أكمل الجملة ثم أنت تكلمت كثير. شوف أنت أنت أكمل الجملة ثم قل لا يوجد. هذا ليس عدلا. أنت تتكلم 5 دقائق وأنا أتكلم دقيقة واحدة، هذا ليس عدلا. أنت سألتني سؤالا، أجيب على سؤالك أم لا أجيب؟ أنا أريد إجابة مباشرة بالاسم كما ذكر الله. أجيبك. طيب الآن سؤاله: لماذا لم يصرح باسم عائشة وحفصة
في القرآن المجيد ليس بالكفر. ولو حتى أنا تصريح غير سألته مباشر ليس يا رجل، نعم. أنا فهمت كلامك، دعني أجيبك، بارك الله فيك. لا يوجد اختلاف بين المسلمين بأن سورة التحريم نزلت في ذم عائشة وحفصة، هذا لا يوجد اختلاف بين الشيعة وبين العمرية. ليس في كفرهن ذم وليس الكفر. الآن سوف تفهم. يوجد في البخاري ومسلم حديث، ليس حديث، أحاديث عن عمر بن الخطاب بأنه يصرح بأن هذا نزلت في عائشة وحفصة. وأنا تلوت عليكم نعم. الآية: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يا إخوتنا المشاهدين الكرام، أنا أريتكم كلام الكبار من المفسرين بأن هذا الآية تعريض بأمي المؤمنين حفصة وعائشة. ما هو معنى التعريض؟ التعريض إذا لا أن كبار المفسرين كانوا ذلك. لو سمحت، أنا ما أقاطعك، أنا لم أكمل كلامي. أنا يا لا هذا لا يكون هكذا، أنت تقاطعني حينما أردت. دليل من أهل السنة أغلق عليك الصوت. أغلق عليك الصوت. اسمعك. لا تغلق الصوت، لا تغلق الصوت، أنا أسمع. فاسكت. فحينئذ اسكت حتى أنا أخلص. إذا لم، حينما قلت أنا خلصت ثم أنت تتكلم، وإذا لم أقول ذلك فليس لك حق المقاطعة بدون تشتت. نعم. ليس تشتت. أنا لا أتكلم إلا من كتبكم. ما هو معنى التعريض إخوتنا المشاهدين الكرام؟ التعريض هنالك في البخاري باب ما جاء في التعريض. تعريض هو الكناية، يعني أنت وعند العرب معروف ومشهور، وعند بلغاء العرب أن الكناية أبلغ من التصريح. هذا كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف الحافظ ابن حجر الأسقلاني، الجزء 14، طبع دار الفكر، طبع سنة 1428. باب ما جاء في التعريض. باب ما هو التعريض؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه أعرابي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا تعريض، يعني كناية عن الزنا. هو يريد أن يتهم امرأته بالزنا، يقول إن امرأتي جاءت بغلام أسود وأنا لست بأسود. هذا تعريض، يعني كناية. فيقول الحافظ ابن حجر في شرح التعريض: ما هو معنى التعريض؟ هو كلام له وجهان، ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. فالتعريض ما معنى؟ كلام له وجهان، بل ظاهر وباطن، وأنت تقصد الباطن ولا تقصد الظاهر. هذا كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لمحمود ابن أحمد العيني، الجزء 16، طبع دار الفكر. في هذا باب ما جاء في التعريض، في شرح التعريض يقول: تعريض، والتعريض هو نوع من الكتابة ضد كناية ضد التصريح. وقال الراغب: هو كلام له ظاهر وباطل، فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. إذا علمت ذلك يا أخي العزيز، أريك شيء آخر أيضا من كتب الأدباء العرب. هذا كتاب المنثور في القواعد للزركشي، الجزء الأول. في هذا الكتاب صفحة 360 التعريض. قال السكاكي في مفتاح العلوم: نوع من الكناية يكون مساقا لموصوف غير مذكور. نوع من الكناية هو المقصود منه بيان شيء لموصوف غير مذكور. من يذكر بالاسم هو ليس مقصود، ولكن شخص آخر هو مقصود. كما يقال في عرض من يؤذي المؤمنين: المؤمن هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلم، ويتوصل بذلك إلى نفي الإيمان عن المؤذي. بهذا الكلام أنت تقول إن الفلاني ليس بمؤمن، وهذا باب جدا واسع. إذا علمت ذلك سادتنا المشاهدين الكرام، فإن من أدباء المفسرين الذين يعلمون كل هذه الاصطلاحات، يعلمون ما الكناية، يعلمون التعريض، يعلمون التصريح، كل ذلك، وهم يعلمون أن كثير من الأحيان الكناية والتعريض إنها أفضل وإنها أصرح من التصريح. إنهم قد صرحوا
هذا كتابه الكشاف، تفسير الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري، وكبار الأدباء، يعني رجل أديب جدا أديب. وهذا تفسير الكشاف تفسير أدبي بلاغي عجيب. هذا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وفي طي هذين التمثيلين ضرب الله مثلا للذين كفروا، مثال امرأة نوح وامرأة لوط، مثال في طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين. تعريض يعني إن الله، التعريض ما معنى هذا؟ تعريض يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر شخصا باسمه ولكن قصد شخصا آخر غير مذكور بالاسم، غير مذكور بالاسم. هذا يفهمه الذي يعرف العربية، يعرف البلاغة، يعرف كلام البلغاء والقرآن الكريم. من قال هذا الكلام؟ بل أبلغ اسكت لم يخلص كلام. أريد أن أعرف اسم العالم. لا اسكت، قال ذلك من أهل السنة. اسكت، هذا كتابه الرواية. اسكت، هذا كتابه تفسير فخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، المجلد 11، طبع بيروت. إسناد الرواية ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض. تعريض يعني ماذا؟ تعريض يعني كناية. الآية ذكر امرأة نوح وامرأة لوط بالاسم ولكن المقصود منه شخص آخر، ومن؟ وعائشة وحفصة. تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة. تقول لماذا لم يذكرهما بالاسم؟ هذا واضح ان هذا أبلغ من التصريح. هذا كتابه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تأليف العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، الجزء المجلد 6، طبع دار الكتب العلمية، سورة التحريم. وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بما مر في أول السورة من حال عائشة وحفصة. وهنالك كثير من التصريحات. فحينئذ لا، لم يخلص كلامه. أنت تقول لماذا لم يأتيا باسمها؟ ليس من الضرورة. إن في القرآن المجيد لا يوجد كثير هنالك من المنافقين، لا يوجد اسم أي منافق، ولأن الله تبارك وتعالى لم يقل إذا أنا لم أصرح بالاسم في القرآن باسم منافق فهو ليس من المنافقين. لا يوجد هكذا قاعدة بين المسلمين. إن الله تبارك وتعالى قد أتى بأبلغ نوع من الصراحة، بأنه بين لنا أن عائشة ضرب الله مثلا للذين كفروا. مثال يعني قمة الكفر، لا يكون كافرا أكبر منها، قمة الكفر. ضرب الله مثلا. لو الله تبارك وتعالى لم يريد عائشة وحفصة كان عليه كان لله أن يمثل بأبي سفيان، بأبي لهب، بفرعون، بنمرود، كثير من الكفار الذين ادعوا الألوهية. لا، ضرب الله مثال يعني أبلغ شيء في الكفر الذي امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن المقصود ليس امرأة نوح وامرأة لوط، المقصود عائشة وحفصة، وأنا بينت وأثبت ذلك من كتبكم. الحمد لله. تفضل الآن. طيب أنا أستطيع أن أتكلم؟ أي نعم. أنت الآن تقول أن الآية الكريمة معناها الظاهري في امرأة سيدنا نوح وسيدنا لوط، لكن معناها الباطني في زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا لا أقول، علماؤكم قالوا ذلك، وهذا واضح. طيب أعطني الرواية بسندها وأنا لن أبحث عنها. إذا كنت رجلا أعطني الرواية بسندها، وإذا كانت رواية صحيحة أمام المشاهدين لن أعطيني الرواية. أنا أعطيك الرواية، ولكن ليس بعد هذا الكلام معك. مع السلامة. أنا أريك الرواية. أشكرك. لا، أريك الرواية. مع السلامة. أريك الرواية، لا بأس. أريك الرواية. لا كلام معك بعد هذا لأنك أخذت وقتا كثيرا. هذا في البخاري في سورة التحريم. هذا صحيح البخاري، طبع دار إحياء التراث العربي، تفسير سورة التحريم، كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم، حديث رقم 4912، بل حديث 4913، عن ابن عباس
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله خوفا منه، هيبة له، يعني خوفا منه. فهذا أمر ليس كمسألة مثلا عادية، ويسأل عن أمر هذا له علاقة بغيرة عمر، وربما يثير غضب عمر. فإذا لو كان أمرا مثلا تفسير القرآن أمرا لا عاديا لما كان خاف عمر. فيقول أريد أن أسأله، مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. يعني مسألة جدا مهمة ومسألة جدا حساسة. حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. عن الرجوع في مكة، الرجوع عن مكة المكرمة، هو ذهب لكي يبول لقضاء الحاجة إلى الشجرة، ذهب هنالك. فهذا يكون عمر بوحده، لا يكون معه أحد. وقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فالآن لا يكون معهم أحد. فالآن مسألة حساسة، لو يسأل عمر، فعمر لا يخاف عن الناس ولا لا يثير غيرته، ليس فيه حياء عن الناس. فقلت يا أمير الفاسقين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه؟ فقالت تلك حفصة وعائشة. هذا في سورة التحريم. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. هو التظاهر هو بل مشاركة بعض مع بعض في عداوة شخص. إذا أنت شاركتني وساعدتني في عداوة شخص، هذا يكون هو التظاهر. من المرأتان اللتان تظاهرتا عداوة عادة بل عدوانا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كفر. عدوان النبي صلى الله عليه وسلم كفر. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه؟ فقالت تلك حفصة وعائشة. بل فهمت أم لا؟